السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل مع بعض النهاردة معشوقة الجماهير الكرنب بأحسن وأسهل وأجمل طريقة. يلا بينا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معايا هنا كرنبة جميلة كده حلوة. تعالوا بقى نعملها مع بعض. ومعايا هنا فراخ نقعهم في ملح وليمون وخل. لا، ملح وليمون ودقيق وجنزبيل. خل لا، الفراخ ما بتتغسلش بخل عشان بتزود الزفار. وليمون. تمام. تعالوا بقى نقطع كده الكرنبة. هنشيل اللي هو ده الغلاف اللي بره ده. تمام كده. ودي كمان ودي كمان. تعالوا بقى نحطها على النار بقى في حلة كده بقى على النار فيها مية سخنة. هنحط معلقة كمون عشان الغازات وكده. نحط بقى الكرنبة بتاعتنا دي كده. ونسيبها بقى دقيقتين 3 دقايق ونطلعها على طول عشان ما تتهريش. هنا بقى على الكرنبة ما تتسلق. تعالوا نعمل الصلصة بتاعت المحشي في حلة كده على النار. هنضيف لها شوية زيت ونضيف لها بصلة حطينا عليها البصلة اهو. تمام. ونسيبها بقى تتسبك براحتها خالص. تمام. وهنا الكرنب اتسلق اهو طلعناه. هغسله بقى اديله شطفة كده بقى بالمية ونقطعه مع بعض. تعالوا بقى نقطع كده الكرنب. بصوا هنشيل دي كده. تمام. وهنلفه كده 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 ونحطه كده ونقطعهم بقى كده كلهم مع بعض اهو. 1 2 3. عايز احط 4 ماشي، يعني ايه عشان ننجز يعني. اهو بالحجم اللي انت عايزاه واللي انت حباه. عايزاه صغير، عايزاه كبير، عايزاه وسط، اللي انت حباه. بصي 2 3 وهكذا لما ايه نخلصهم كلهم. اهو بصي قطعيه بقى قطع كده. عايزه تسيبيه زي ما هو لما تيجي تلفي اللي انت حباه واللي انت عايزاه. الطريقه دي سهله وحلوه وسريعه. بدل ما تمسكي كل واحده تعمليها لوحدها، لا ده تحطي كذا واحده مع بعض وتقطعيه بسرعه عشان ننجز يعني. ونعمل غيره بقى. وكده خلصنا اهو. هنا الصلصه اتسبكت اهي. هنحط لها بقى شويه كمون وفلفل اسود وكزبره وملح. تمام. نقلبها كده. ومعايا هنا رز مغسول اهو. ومعايا كمان شويه خضار شبت وكزبره مغسولين متقطعين. قلب بقى كله كده مع بعضه. وكده بقى خلطتنا صارت جاهزة. بصوا
بصوا هو خلطة محشي يعني خضار كتير وبصل كتير وصلصة كتير. الرز ده يعني ايه، حاجة كده، حاجة بسيطة، فاهم؟ بصوا ما شاء الله عامل ازاي، بصوا. معايا هنا بقى حلة وفيها هنا ايه، فيها قرن فلفل وطماطمايه وبصلايه متقطعين شرايح كده، تمام. هنحطهم كده في الحله وننزل عليهم بقى برشه فلفل رشه كزبره وكمون، بيدوها ريحه حلوه قوي زي ما انتوا شايفين كده. رشه الكمون والكزبره هيدوها ريحه حلوه قوي، بصوا. بصوا يلا نعمل واحد تاني اهو، تمام. بصوا بقى هنا خلصت اهو، خلصنا المحشي اهو، تمام. ومعايا هنا حلة على النار وهنحط عليها فيها معلقة سمنة، وننزل بقى بالفراخ. تاخد صدمة بقى كده على الجنبين. بعد ما شوحناهم كده زي ما انتوا شايفين، هنزل عليهم بطماطمايه متقطعة وبصلة، وكمان شوية فلفل اسود، شوية بهارات لحمة، وحبهان وقرنفل وورق لورا، وشوية بهارات فراخ، وننزل عليهم بقى بشوية مية سخنة. ونسيبها بقى تستوي براحتها خالص. بس اهم حاجة المية اللي بتحطيها عليها تبقى سخنة. اي حاجة بتتشوح لازم تنزلي عليها مية مغلية، لازم، مش مية باردة خالص. هنا الفراخ استوت طلعناها، وما تنسوش تحطوا لها شويه ملح قبل كده ما قرب ما تستوي، او قرب يعني قبل ما تيجي تستوي كده بشويه تروح حاطين لها شويه ملح. بصوا الشوربه بتاعتها عامله ازاي، بصوا ما شاء الله، بصوا حلوه قوي ازاي. الفراخ اهي، وده بقى معلقتين صلصه عليهم شويه زيت وشويه بهارات، هندهن بيهم الفراخ وننزلهم تحت الشوايه. هنا بقى نولع على المحشي ونسقيه بقى بشوية شوربة. كده بقى حطينا الشوربة، تمام. الشوربة تبقى نص الحلة كده. لما بقى تغلي كده وتفور شوية 10 دقايق كده ولا حاجة، لما تبدأ انها تشرب المية بتاعتها، لما تبدأ تشرب الشوربة وكده بتاعتها، تشربها يعني، هدي النار عليها خالص، عليه خالص لحد لما يستوي على الاخر. المحشي استوى اهو، تمام. والفراخ حمرناها اهو، بصوا بقى ما شاء الله، بصوا استوى وعامل ازاي. بصوا الفراخ، بصوا
بصوا مستوية ازاي وجميلة ازاي، متحمرة ازاي. بصوا بصوا بقى الشوربة، بصوا اصلا لونها عامل ازاي، ما شاء الله، حاجة كده حلوة جدا. اتفضلوا معانا بقى. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بدعوة حلوة بظهر الغيب. سلام.